هي حاجة تعرف كل شيء عن الناس الكل وماهيش جوجل، تسأل برشا أسئلة وماهيش بحث في مركز، عندها الفضايح الكل وماهيش باباراتزي. عرفتوها؟ نحكي على شخصية النسناس، الإنسان اللي داخل خشمه في كل حكاية، وكي تبدا فما حاجة ما تعنيهش لازم يعرفها، كيما مثلا شخصية البيجي ماتريكس في شوف لي حل. وبخلاف العقل الإنسان يتميز على الحيوان بحكاية التنسنيس هذه، يعني عمرك ما تسمع ساعات إنه قطوس نسنس على قطوس آخر، ولا مثلا صيد في غابة قاعد ينسنس على الحيوانات الآخرين قاعدين يعمل. أنا مثلا عندي واحد صاحبي نسناس برشا ومانيش باش نسميه، أما أنتوما اللي تتفرجوا تنجموا تماركيوه ولا تماركيوها. صاحبي النسناس هذا مثلا في الخدمه كي نهبط انا باش نشري حاجه يدور يتلفت يلقاني وانا خارج يقول لي وين ماشي، نجاوب وانا عادي بكل حسن نيه ماشي نشري حاجه، يجاوبني ويقول لي باهي، هو عطيه يعرف المعلومه علشان انت تحركت راهو من بلاصتك. يجيني تليفون مثلا في الخدمه نجاوب عليه ونكمل اموري، وبعد ما نعلق يجيني صاحبي النسناس ويسالني كالسؤال هذاك الماسط، في شكون كنت تتكلم؟ مالك ومالي؟ بخلاف زاد الصنعه الخايبه اللي عنده، اللي انت كي تبدا تحكي ماسنجر ولا واتساب يمد وجهه يغزل الاكران بتاعك باش يعرفك مع شكون قاعد تحكي وش قاعد تبعث، يغزل المساجات ويقول لك تحكي مع فلان، تحكي مع فلانه، ويزيد يعطيك معلومات على السيد اللي انت تحكي معاه، يقول قال منين جاب المعلومات هذه الكل وهو ما يعرفوش، لا يوصل ينصحك راه يقول لك رد بالك كي تحكي معاه. وصاحبي النسناس هذايا مانيش فاهم كيفاش مازلنا اصحاب، الميموار الكل نتاع تليفونه فيها دي كابتور ديكران، يلم في لي كونفرساسيون، يعمل كابتور للستوريات، لازم يبدا ملم بكل شيء. وبحكم اللي نعرف صاحبي نسناس بالكدا ويبتبت على كل شيء، ساعات تكون عنده منفعه صغيره. مثلا احنا الشله الكل كي نحبوا نعرفوا حاجه نمشيو نسالوه هو ونبداو متاكدين انه مصادره صحيح، ولا كي نحبوا ننشروا معلومه معينه ونحبوها توصل للناس الكل نقولوا هالو لي هو وتبارك الله عليه، فيبر اوبتيك على حاله يوصلها للعالم اجمع. يعني من الاخر كل حد فينا عنده البيجي ماتريكس في حياته. تي ساعات يجي يحكي لك حاجه صارت لك وانت تبدا مازال ما في بالكش، وباش ما تقولوش عليا بناك ونبار وعندي البيجي ماتريكس في حياتي، اجا نقول لكم علاش فما ناس تعشق حاجه اسمها الفضايح وتحب تعرف برشا حاجات حتى لو كان ما تخصهاش. اجا نتفاهموا قبل كل شيء انه الناس الكل تحب تعرف اخبار غيرها، اما الحكايه هذه تختلف من عبد الاخر، لين فما ناس التنسنيس بالنسبه لهم يولي مرض، واكثر حاجه يحب يعرفها هي الفضايح والحاجات الخايبه والاسرار. العلم يقول انه الانسان النسناس يحب يعرف الحاجات الخايبه عن الناس وينشرهم ويقولهم للناس الكل باش يظهر هو في تصويره خير. والحاجه اللي تخوف ساعات واكتشفوها العلماء انه النسناس يلقى متعه كي ينشر فضيحه غيره، وكي يلقى الناس الكل تحكي في معلومه هو اللي طلعها وعرفها، ويلقى انه فما سر خايب على عبد معين الناس الكل قاعده تحكي عليه وتنبر. وفي التحليل النفسي لشخصيه الانسان النسناس، هو بكل بساطه انسان عنده برشا فراغ في حياته ويحاول يعبي الفراغ هذاك بالحكايات عن الناس، وبخلاف هذايا عنده مشاكل في انه يكون علاقات مع المجموعه اللي هو يعيش فيها. اما الحديث في الفضايح راهو موضوع يجبد برشا ناس وينجم حتى يكون قاعدات كاملين، كيما مثلا فما دراسات تقول لك علاش العباد تحب تتفرج في الفضايح في التلفزه وتتبع المصايب والمشاكل اللي تصير للنجوم في العالم الكل. ناس اكيد عنده مشاكل في حياته، اما كي يشوف مشاكل غيره ويطلع عليها يحس روحه هكاكا هو خير. يعني كي يشوف فنان ولا كوارجي حزين يقول لك فلان بفلوسه بالشهره نتاعو بنجاحاته وحزين، خلي انا تحسه يرضي في روحه معناه. وبالطبيعه توا احنا في عصر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، التنسنيس ولا اسهل، والتنسنيس راهو ماهوش مربوط كان بالعباد، فما قنوات ومجلات في العالم الكل قائمه على التنسنيس اللي هي الباباراتزي ولا بالعربي الصحافه الصفراء. ونعطيكم حتى مثال تونسي، علاش برنامج عندي ما نقول لك يتسمى من اكثر البرامج اللي يتفرجوا فيها في التلفزه، خاطر بكل بساطه فيها برشا مشاكل نتاع عباد، والناس كي تتفرج في مشاكل غيرها تحس انه مشاكلها اقل، حتى من الروبريك نتاع الباباراتزي عسلامه هادي تلقى برشا ناس تتبعها وتستنى فيها بدقيقه ودرجه، خاطر في جمله واحده الناس ما يحس روحه خير من الناس الا لما يعرف مشاكلهم وهموم. اما في الاخر بالكل كل عبده مشاكله، واحسن طريقه باش تواجه اي انسان نسناس في حياتك واجهه ولا افضحه. هذاك علاش نجم تماركيه ولا تماركيها في الكومنتات.